السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى هنعمل النهاردة أحلى طبق ملوخية بالأرانب. وبصوا وادي الأرانب حمرتها بالزعتر، وعملنا المحشي كرنب ورق عنب وبتنجان، وعاملة لحمة كمان عشان عندي بنتي كانت عندي ما بتاكلش الأرانب، عملت لحمة. يلا بقى بص هنعمل المحشي الأول كده اهوت. هنا البصل اهوت، أنا مخرطة بصل على فلفل، وأدي شوية زيت، وحطيت فص مستكة حلو كده بشوحه في البصل اهي. بص انا ما بحمرش البصل خالص، حطيت عصير الطماطم ومعلقه ملح معلقه سكر اهيت، معلقه سكر كبيره. بص انا بخلي الصلصه مش بتتسبك قوي، انا بشيل حبه اهوت، انا بحطهم على وش البتنجان. وادي الرز انا بشوح الرز فيها اللي هو اقل من النص سوا، اقل يعني نقول الربع او شويه كمان اهو. سلقنا الكرنب، طبعا انتوا الناس الشاطره كلها بتعرف تسلق الكرنب طبعا. بسلق شويه ميه شويه ملح وشويه كمون. اه انا شوحت الرز كله. انا بحط صاجه عندي عشان سلك البوتاجاز جنبيها على طول، فانا بحط صاجه دايما عشان النار. اه سلقنا الكرنب. ادي الرز برضو بشوحه، بصوا لازم اشوحه كويس. اه هنعمل بقى ايه الارانب. ورق العنب بيتسلق، بحط له شويه خل او ليمون. انا حطيت فص مستكه وحته سمنه صغير. ادي الارنب اهو، ده انا طبعا دبحاه وغسلاه ومنضفاه ومخليها زي الفل زي الفل، وكنت نقعه في ميه كمان وملح. يعني انا قعدته في التلاجة شويه ملح وشويه سكر في ميه في التلاجة. بصوا انا بحط اهوت كده اه، بحط على الحته اللي هي الظهر نفسها. حطيت بصلايه، حطيت حبهان، حطيت فص مستكه الاول وحطيت اهوت. ادي جزرايه وورقه لورا بشوحه برضو على فكره. بصوا اهو، مش بمعلقه، بالحله كده بهزها. انا بدي ان كانت لحمه او فراخ، آه اي طيور اي حاجه انا بديها صدمه، ما بسلقهاش على طول كده. وبحط ميه بقى، طبعا الميه يكون مغليه. ده شويه فلفل اسمر اهي، اديتها الصدمه كلها. يعني نقول ايه، ممكن نعمل الميه مغليه وبعدين نسقط فيها، لا هي دي بتبقى احسن. اهي هتغلى وطي عليها، واول ما تيجي تخش على السوا هحط لها شويه الملح وخلاص. انا بصراحه ربنا كنت انا سلقتها قبليها بيوم، بيتها في التلاجة بقى اهي، طلعتها. كنت مبيته الارنب. حطيت معلقه صلصه، معلقه عسل اسمر، معلقتين زيت، وحطيتهم دهنتها ورشيت شويه زعتر على الوش. انا مخرطه الملوخيه اهيت، وكنت حطاها في كيس، طبعا دي اخر حاجه خالص، ما ينفعش نحطها في طبق، الطبق بيخليها تغمق في التلاجة اهي. بقى بكبشه بمضرب صغير كده اهي، انا فككتها كلها اهيت. الشوربه لازم تكون تغلي، الشوربه لازم تكون بتغلي. انا خدت شوربه الارنب اهي، صفيتها طبعا من الجزر او البصل اهي. انا بصيت قلت ايه ادوقها، لقى الملح بتاعها مظبوط، ما احتاجتش يعني ان انا ايه احط لها حاجه. بصوا اهي اول ما تغلي كده خلاص، بصوا غلوه واحده كده بس اهي، خلاص كده هشيلها. وادي هنا حته سمنه بكام، بثلاث فصوص توم. انا ما بكترش التوم يا جماعه، انا ما بكترش التوم عشان القولون. بصوا اهي انا ما بحمرش برضو التوم. حطيت عليها، شوحتها ريحتها طلعت، قمت حطيت عليها الكزبره. وبصوا بقى اهي، هندشها بصوا. نحط بس احلى كده طشه معلقتين ملوخيه، احلى طشه ملوخيه اهي. يا جماله يا جماله على احلى ملوخيه بالارانب. ناس كتير تقول لي انتوا بتاكلوا الملوخيه بالارانب؟ ايوه بصوا وادي لونها حلو اهوت كمان. ايوه ملوخيه بالارانب، احنا بناكل الارانب. آه. طبعا الرز برد، انا ما ينفعش ان احنا نحشي والخلطه يكون سخنه. انا بخليها تبرد خالص. حطيت بقى معلقه كمون كبيره اهيت، وحطيت معلقه قرفه وشويه نعناع. انا بفرك النعناع على ايدي عشان الريحه بتاعته تبقى طالعه. ما باحطش التوابل وهي في قلب الصلصة. وحطيت شطة، الشطة دي حسب الرغبة. والله أنا بقى قمت إيه مكسلة، جبت خضرة، طلعت كيس من الفريزر من اللي أنا عاملاه. بصوا أهو، بفركها بطلعه يا دوبك من الفريزر وأقوم فركاه، ما استنيتش إن أنا أحطها أطلعها وأسيبها تفك، لأ أهي. حطيت ورق العناقيد بتاعة العنب كلها في الأرضية بتاعة الحلة
بصوا انا بخلي الورقه الخشنه جوه والناعمه بره اهي، بلفها شمال ويمين عشان الرز ما يخرجش بره اهي. دي اسهل طريقه ليا. في ناس بتعمل على الترابيزه او على طبق او كيس بلاستيك. انا جربت كل ده، لقيت اسرع حاجه فعلا هي ايديا. دي فرشه للكرنب. حطيت العروق بتاعه الكرنب وحطيت ايه، جزرايه كده متقطعه. انا الكرنب بقطعه بالطول وباخد يعني بقطع على قد الصباع، بقطع على قد الصباع. طبعا انا ما عبيتش البتنجان قدامكم، انتوا يعني عارفين البتنجان انا بحشيها نصها او اقل من نصها كمان. ليه؟ اما بيستوي بيزيد عشان ما يبقاش متكبس قوي او ما يبقاش مكبوس، تبقى البتنجانية مهوية حلوة اهي. بصوا اه، ادي البتنجان حشيته كله اهوت. اه انا كنت بقى ايه، يعني عملت لحمة بشوربة عشان اخد الشوربة بتاعتها للمحشي. بصوا انا حطيت شوية الصلصة على وش البتنجان، وخدت اللحمة عشان بنتي ما بتاكلش الارانب، فانا عملت لها لحمة. وحطيت نص فنجان عصير ليمون. ادي البتنجان اهوت استوى، سقيته وما بسوقهوش كله، ما بسقهوش للاخر. وادي كمان ورق العنب، بسم الله ما شاء الله. هتتابعوني على اليوتيوب والتيك توك يا حبايبي. معلش بقى انا كنت قلبت الكرنب، بصوا اهو كنت قلبته في الطبق. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.